أول مرة الرجل يذهب إلى أمريكا ويرى هذا يعني المجتمع المنفتح. بدأ يدرس أول شهرين ثلاثة، ثم وقع في الخمور والمسكرات. ثم بعدين صارت ما توفي مع خمور ومسكرات، بدأ الرجل يتعاطى الحشيش وبعض المخدرات. يقول مات بين يدي 2 من زملائي. يقول اجتمعنا حنا مجموعة من طلبة الخليجيين، يقول فكنا نجلس مع بعض ونسكر مع بعض ونتعاطى المروانة وإلى آخره. يقول بعد يا شيخ وقوعنا في كل فجور يمر على رأسك وقعنا فيه، نريد السعادة ما وجدناها. يقول بدأنا نمل. فجلست مع الشباب الذين معي بعد قرابة 2 من المعاصي المتتابعة، قلت يا شباب أنا مليت. قالوا والله حنا ملينا أيضا. قلت لا بد لنا من دين، نبغى دين يا أخي، ملينا كذا بدون دين، نبغى دين، إيش رأيكم؟ يقول بدأنا نستعرض الأديان، فقلنا الإسلام لا والله صعب نرجع الإسلام، قم صل ولا تزني لا تشرب خمر، صعب. إيش رأيكم نصير نصارى؟ قالوا قدام نصارى. يقولوا ننزل الكنيسة اللي تحت، حنا قرابة 4 5، وقلنا أنا وإحنا نبغى نصير نصارى. قالوا يا مرحبا نصارى. يقول والله يا شيخ ونتنصر ونعلق الصليب، وأبدأ أروح للكنيسة كل أحد. وشاب يعني سعودي ومن العوائل المعروفة. يقولوا أبدأ أروح كل أحد، و7 سنوات يا شيخ وأنا نصراني. يقول لين مليت من النصرانية وصرت أروح الكنيسة يوم الأحد الصبح لما يكون في طالبات المدارس الثانوية عندهم زيارات في الكنيسة، أروح وأتعرف عليهن وأجيبهن عندي في الشقة وأعطيهم مخدرات وأجيب الشباب. يقول فبدأت أخرب النصارى، فمسكني القسيس قال يا أخي بالله مالك نية ترتد؟ أنت صرت نصراني وجبت لنا مشاكل، يا أخي عود لدينك الأول ولا فكنا، وطردوني من الكنيسة. يقول فمليت وبدأت أقرأ في بعض الكتب اللي تتكلم عن الأديان، فأعجبني دين عبدة الشيطان. هذا من ذيك الأيام قبل لا يصير لهم صولة وجولة ووجود. يقول فصرت من عبدة الشيطان. قلت له كيف يا فلان من عبدة الشيطان كيف؟ قال يا شيخ استغفر الله خلها مستورة. لا قلت بالله عليك علمني كيف. فذكر لي بعض الجمل الكفرية اللي فيها تعظيم للشيطان، والله ما استطعت أنه يكمل. قلت بالله عليك يكفي، الله يجزاك خير، يكفي خلاص لا تكمل. يقول وجلست 2 أعبد الشيطان. يقول في خلال هذه الفترة رجعت طبعا إلى السعودية، ولأنه بغى يموت من الجوع هناك، ما في أحد يطعمه والبعثة وقفت عنه. يقول وعند أهلي يعني أنا كافر، أنا يهودي، أنا نصراني، ما أحد يلتفت إلي. يقول والله يا شيخ كأني دابة من الدواب في البيت، ما أحد يلتفت إلي، وأنا ليس عندي إكرام لأي نوع من أنواع القيم، لا دينية ولا اجتماعية ولا ما عندي أي اعتبار لغيري. يقول ثم بدأ لي أن أتعلم السحر، فذهبت إلى البلد الفلاني وسمى لي أحد البلدان، وجلست فيه 2 شهرين عند أحد السحرة وتعلمت السحر ورجعت. يقول كل شيء يمر على بالك جربته لأجل أني أنبسط وأسعد، لكن دائما ضيق داخل نفسي. مثل ما قال ابن القيم عن بعض اللي يفعل معصية، يقول والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران، ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان، كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. يقول تراهم أحيانا سعداء وهم على غير ذلك. يقول المهم أني مليت من هذا كله حتى اجتمعت مع زملائي قبيل رمضان، قلت يا شباب احنا ملينا من كل شيء. قالوا والله ملينا. قلت طيب ما رأيكم أن ننتحر؟ يقول اتفقنا بعدين أن نركب في سيارة ونسرع ونمسك خط سريع وبعدين ننقلب ونموت. فكرة كده جاءتهم وهم سكارى الظاهر ذاك اليوم. يقول فاتفقنا أن في 4 رمضان في المكان الفلاني بالسيارة الفلانية فعلا نفعل ذلك. يقول في 1 رمضان جاء واحد من الشيبان يفطر عند الوالد، أو في 2 رمضان جاء يفطر عند الوالد. يقول طبعا أبوي لا يلتفت إلي أصلا على اعتبار أني دابة من الدواب في البيت، لا يلتفت إلي أبدا. يقول جو يأكلون وجئت أنا ودخلت المجلس ما سلمت ولا وجلست أكل سمبوسة وشوربة على المغرب. أنا أصلا ما صمت، لكن لأن ما في غدا ولا فطور ذاك اليوم في البيت فأنا مضطر أكل الآن. يقول فأبي خلص من فطوره وقام وتوضأ وراح المسجد، أنا قاعد آكل.
الشايب انتهى وقام وغسل ورجع لي قال يا فلان أنت ما بتصلي؟ قلت وش أصلي؟ راح بس صل راح وبديت آكل. قال قم صل. قلت أنا يهودي، أنا نصراني، أنا ساحر، أنا أعبد إبليس، روح بس. قال حتى لو تعبد إبليس قم صل. قلت يا أخي فكني من شرك يا الشايب، أنت شو بلالي فيك؟ أنا كافر إيش تبغى؟ قال حتى لو كافر قم صل. إنا لله. الشايب ذا وش ماسكه معه اليوم؟ يا ابن الناس فكنا منك، يا ابن الناس لا تخليني أقل أدبي عليك، يا ابن الناس شوف أبوي طالع ولا قال لي شيء، خلك عاقل وأطلع قم صل. يقول يردد إلا كلمة قم صل قم صل. قلت أنا علي 20 جنابة، أنا ما أعرف أتوضأ. قال حتى لو قم صل. كيف أصلي وأنا جنابة وأنا ما أغتسل؟ قال قم صل حتى لو إنك جنب قم صل. يقول والله ينشب لي نشبه لحد ما قمت معه وأنا في بالي بركع ركعة إذا سجدوا بأطلع أفتك منه. يقول فأخذني ودخلني المسجد، كبرت ويقسم لي بالله يا جماعة أنه لا يحفظ سورة الفاتحة. يقول صار لي 14-15 سنة يا شيخ ما بين سحر وكفر وعبادة شيطان، حتى الفاتحة ما أحفظها. قلت له أنا بالله عليك ولا تمزح؟ قال أقسم لك بالله أني ما أحفظ الفاتحة، فعلا أني لا أحفظها ما أدري وشي. يقول واجي وأحط يديني كذا معهم. يقول فبدأ الإمام يقرأ وأنا أنتظر بس السجدة وأطلع. فبدأ الإمام يقرأ قوله تعالى في أواخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول فوالله كأنما ضرب قلبي بصوت، جعلت أنتفض وأنا أصلي. فعلا الله ما خلقنا عبثا، الله ما خلقنا يتسلى علينا، ما خلقنا كذا تركنا هملا. اللي يبغى يرقد يرقد، اللي يبغى يزني يزني، اللي يبغى يشرب خمر يشرب، البس العباية اللي تبغين، البس النوع اللباس اللي تبغى، تحلق لحيتك تطول ثوبك، كل واحد يسوي اللي بيجي. لا المسألة ما هي بعبث، ما هو بالمسألة تسلية عند رب العالمين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لا ما هو بيلعب رب العالمين، ما خلقناهما إلا بالحق، مسألة حق وصدق ويقين. يقول بدأ يقرأ: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول بدأت أنتفض وأنا أصلي: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول فاشتد انتفاضي وبديت أشهق بصوت عالي. وسبحان الله وقد يكون عنده تلبس جن أيضا، ما هي بعيدة، قد يكون مع عبادة الشيطان ومع البقاء وقت طويل بالجنابة، فقد يكون أنا لا أستبعد أن يكون متلبسا بالجن أيضا. يقول فقرأ الآية التي بعدها: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول فاشتد انتفاضي. ثم جاء بالتي بعدها: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ماذا تفعل به يا ربي؟ فإنما حسابه عند ربه. يوم القيامة نتفاهم معه نوريه الشغل، ممكن في الدنيا ما سوي بالشيء لكن حسابه عندنا نتفاهم معه قدام. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم. اغفر وارحم وأنا كفرت بك، نعم اغفر وارحم، ممكن أرحمك. تغفر وترحمني وأنا الساحر، ممكن أغفر لك وأرحمك إذا تبت لي. تغفر لي وترحمني وأنا ارتكبت فواحش وسويت وفعلت، أغفر لك وأرحمك. نعم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أنا ما بيني وبينك عداوة شخصية يا عبدي، أنا عندي أنظمة معينة وقوانين معينة وسنة ربانية امشي عليها يا عبدي واغفر لك. مسألة ما بيني وبينك عداوة، الله تعالى ما بينه وبين نثار. ما هو بزي واحد أنت جيت وتقاتلت أنت وياه ولا تضاربت أنت وياه وصار بينك وبينه وقفت نفسه تار. رب العالمين رحمته واسعة، فيقول في الآية الأخيرة: وقل ربي أنت اطلبني بس، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول فصرخت بأعلى صوتي ووقعت على الأرض. قطع الصلاة 1 أو 2
وحملوه إلى البيت وغسلوه بالماء وقروا عليه وصحى. يقول من بعدها ولله الحمد يا شيخ ما تركت الصلاة ولا العبادة إلى يومي هذا. أنا رأيته في 7 شوال، يعني بعد رمضان ب7 أيام، بعد توبته يمكن بشهر وشوي، ثم انقطعت عنه. ثم صار لي محاضرة مرة في الجنوب في أبها بعد الموقف الذي معه ب4 سنوات، تفاجأت بهالشاب الملتحي الذي يأتيني بعد المحاضرة ويسلم علي. سلم علي وحب راسي وكذا، تذكرني يا شيخ؟ قلت والله أني ما أذكرك والله، لكن ذكرني. قال تذكر أنت لما ألقيت محاضرة في المكان الفلاني وجاءك واحد فلان؟ قلت أنت فلان، لأني كنت متوقع أن المسألة حماس بس، فإذا الرجل ثابت. قلت له طيب أنا عندي الآن محاضرة ثانية في مخيم، تجي تحضر معي؟ كانت محاضرة في مسجد بين المغرب والعشاء، وبعد العشاء مخيم. قلت تحضر معي؟ قال أحضر. فحضر معي وجلسته جنبي،